اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ده المنظر اللي انا بستناه من اول البطه ما بتبتدي تبيض لحد ما تطلع لنا الخير والرزق والجمال ده. ممكن ارقد بطه على 24 بيضه وتطلع على 24 بيضه، وممكن ارقد بطه على ال 24 بيضه وتطلع لي منهم 20 بيضه وتطلع لي منهم 18 بيضه، على حسب. ممكن يحصل لها اي حاجه اثناء فتره الركود، ممكن البيض يتكسر، ممكن يطلع مثلا كام بيضة مش مخصبين، بيضتين مثلا ولا حاجة او بيضة. ممكن الذكر يروح يبوظ لها البيض، ممكن تكون بطة راقدة معاها في نفس المكان تروح تكسر لها البيض. فده طبيعي وارد يا جماعة. ممكن بطة تانية تبقى راقدة مع بطتين او ثلاثة في هدوء وفي سكينة وعادي ويكونوا كويسين، وعشان كل ده ربنا جعل لنا رزق منها. اللهم بارك اللهم بارك. ده المنظر اللي انا بجد بسعى علشانه. ربنا يبارك للجميع يا رب. حابه تربي سلالة بط تنتج معاكي بط بالشكل ده وبالجمال ده. ده البط ده لسه طالع حالا، يبقى هي البط المسكوفي الخليط. ده بط رقد ومناعه ووزن وطعم البلدي. البطه بتبيض 6 بطون في السنه كل بطن. المعدل بتاعها ممكن مثلا متوسط بتاعها 15 بيضه، 16 بيضه، 18 بيضه احيانا. لما بتكون البطه بتبيض في اول وش بتجيب عدد اكتر، يعني اول انتاج ليها في اول سنه ما شاء الله بتجيب عدد اكتر. البطه انتاجها في السنه من 100 ل 110 بيضه، كويس جدا جدا. بتبيض صيف وشتاء، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. بطه بتبيض صيف وشتاء، بطه حضان فقاسه طبيعيه ربانيه بتحضن البيض اللي تحت منها، وسبحان الله سبحان الله بتطلع الشكل ده والجمال ده. تشوفوا البط تقولوا ده مسكوف صافي، تشوفوا بعض البط اللي فيه تقولوا ده بلدي، تشوفوه يعني ما شاء الله ما شاء الله في جميع الالوان، حاجه كده زي العسل. زي ما احنا شايفينهم كده. طبعا الدفعه دي الغالب بتاعها زي ما احنا شايفينه كده اسود، ما فيش فيه ابيض. البطه بيضه هناك هي لونها اصفر. الدفعه اللي تحت ممكن برضو ابقى اصورها لكم، ما شاء الله فيها كام بطه لونهم اصفر. فمش كل دفعه بتكون زي التانية، على حسب لون الذكر ولون البطه اللي بننتج منهم. يا ريت لايكات كتير جدا 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 للفيديو الخير ده. لو حابين تشجعوا على الانتاج البيتي، شيروا الصفحة وشيروا القناة وقولوا لحبايبكم عليها. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يبارك لنا في أرزاقنا جميعا يا رب.